لم تصب المؤسسة السيستانية بالأذى طيلة الفترة الماضية بقدر ما أصيبت الآن، وذلك بتصريح المرجع الصرخي الأخير الذي كشف فيه زيف مرجعية السيستاني، مؤكدا أنه لا فرق بين الكهنة الداعشية والكهنة السيستانية، فجميعهم ضال ومضل ويغرر بالشباب ويزجهم بالحروب والمهالك. ملايين الناس هجرت، هدمت البيوت، انحرفت الناس، النساء، الأطفال، المخدرات، التشبه بالنساء، التشبه بالرجال، المثليون، انعدام الأخلاق، تدمير البلاد، المجاعة، الأيتام، الأرامل. هل يعترف السيستاني بشيء؟ هل يعتذر عن شيء؟ اسمعوا من أصنامه، من عباده، من جلاوزته. هل يعطون شيئا عنه؟ هل ينتقد بشيء؟ هل ينتقص بشيء؟ هل يؤخذ على شيء؟ مع كل هذا التدمير بسبب السيستاني، بسبب الدواعش، بسبب السيستاني والنهج السيستاني، وبسبب الدواعش والنهج الداعشي التكفيري. خطوة اعتبرها الكثير سهما في خصيرة مرجعية استولت على رقاب الأبرياء طيلة عقود مضت، فلم يقتصر المرجع الصرخي عند هذا الأمر، بل حمل السيستاني وداعش مسؤولية كل ما جرى ويجري في البلاد من خراب ودمار وسفك للدماء وتهجير الملايين وانحرافهم وتركهم لدينهم والتحاقهم بديانات أخرى بسبب منهج السيستاني والمنهج الداعشي التكفيري. كل ما حصل من دماء، سفك للدماء، مئات الآلاف قتل من الناس، ملايين الناس هجرت، هدمت البيوت، انحرفت الناس، النساء، الأطفال، المخدرات، التشبه بالنساء، التشبه بالرجال، المثليون، انعدام الأخلاق، تدمير البلاد، المجاعة، الأيتام، الأرامل. هل يعترف السيستاني بشيء؟ هل يعتذر عن شيء؟ اسمعوا من أصنامه، من عباده، من جلاوزته. هل يعطون شيئا عنه؟ هل ينتقد بشيء؟ هل ينتقص بشيء؟ هل يؤخذ على شيء؟ مع كل هذا التدمير. واستمر سماحته بكشفه للمناهج المنحرفة، حيث بين أن منهج البخاري ليس على منهج التكفيريين الذين يعتمدون البتر والتقطيع بالروايات لتزييفها بهدف تمرير مشاريعهم الانتهازية، وهذا ما يفعله أزلام السيستاني اليوم، مؤكدين تطابقهم مع المناهج التكفيرية المنحرفة.